يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المكشكشة اللي طالعة بقى ترند، بس بتتباع غالية جدا وهنعملها بأقل التكلفة. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. معانا نص كيلو من اللبن يكون بارد، هبدأ ان انا احط فيه 3 معالق من النشا، وبعد كده هبدأ ان انا احط كمان معلقة من الكريم شانتي ومعلقة من هبدأ ان انا احط كمان، وهحط معلقة كمان من اللبن البودر. بعد كده هنا ايه طبعا ممكن ان احنا نضيف بقى اللي هو، طبعا ممكن ان احنا نضيف الباستري كريم، لكن انا مش هضيف باستري كريم، باستري كريم. وممكن ان انت تضيفي زي ما انا ما هضيف كده صفار بيضة. طبعا انا ما لقيتش بصراحة كمان الباستري كريم بيدي اللون الاصفر دوت، فانا هضيف صفار بيضة بس، يعني بنشيل منها البيض، البياض البيض. بعد كده هبدأ ان انا بقى ايه احط باكت من الفانيليا وهقلبهم كويس جدا، وبعد كده هبدأ ان انا ارفعهم على النار. طبعا اللبن عندنا هنا يبقى بارد تماما. هضيف كمان معلقة من السمنة او الزبدة، بس انا هضيف معلقتين كده من السمنة زي ما انتم شايفين. يبقى المقدار بتاعنا 3 معالق من النشا على معلقة من اللبن البودر. ضفت كمان معلقة من الكريم شانتيه، وكمان ضفنا الصفار البيضة بدل الباستر كريم. وزي ما انتم شايفين تكتك معايا على طول واستوى معايا جدا. هبدأ ان انا اسيبه بقى كده واغطيه، هو بيبقى قوامه كده تقيل شوية. هبدأ بقى ان انا هنا معانا الصينية بتاعتنا، هنبدأ ان احنا نمسحها كده بمسحة كده من السمنة، وهنبدأ ان احنا نحط كده 3 رقات كده زي ما انتم شايفين من تحت. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل بقى المكشكشة، وهنقول لكم دلوقتي ازاي. سهلة جدا وبسيطة وبتتعمل على طول بسهولة. هنوريكم دلوقتي مع بعض، بس هنحط ايه 3 رقات كده من الجلاش زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجة ان احنا بس نغطيه كل ما نعمل كل واحدة، عشان خاطر ما ينشفش مننا. زي ما انتم شايفين هنبدأ نعمل بقى المكشكشة، بنعملها كده زي شكل الهواية كده بالظبط، بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عايزة اقولك ان الصينية دي بتتباع غالية جدا جدا جدا. اقل حاجة صينية زي دي بتتباع ب800 جنيه، يعني غالية جدا جدا جدا. بنشيل طبعا الزيادات وبنبدأ ان احنا بنرص. هي ما تخافوش مش ان هي تقع مثلا وانتوا بتحطوا، لا هي بتلزق في الكريمة من تحت كده زي ما انتم ما شايفين، وبتبقى ثابتة وبتبقى جميلة جدا. هنعمل بقى بقية الكمية بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لغاية ما نملأ الصينية بتاعتنا. الجلاش دوت ده نص كيلو من الجلاش، يعني كانت لفة الجلاش يعني يعتبر نص كيلو بالظبط. عملت لي الصينية الحلوة دي، يعني صينية كبيرة وحلوة جدا. طبعا هما بيبيعوها بره بتبقى الصينية اصغر من كده كمان، وبتبقى غالية جدا جدا جدا. طبعا المكشكشة دي طالعة جديدة طبعا السنة دي، وطالعة طبعا الترند، بس عايزين نجرب بقى الترند ونشوفه كده بقى مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ ان احنا بقى ايه خلصناها. نبدأ نحط سمنة بقى كده من على الوش، وبعد كده هنبدأ ان احنا طبعا هندخلها الفرن. فلازم طبعا نحط سمنه كده من على الوش، يعني قد كده ايه ربع كوبايه، يعني بحيث ان هو ايه يبقى من على الوش كله كده سمنه. ونبدا ان احنا بقى ندخله في الفرن. في الفرن هنا بقى، بحيث ان انت بقى بتشغلي كده الفرن كده من قبليها. ممكن بقى ان انت تشغلي الفرن من تحت، وبعد كده تبداي ان انت تشغلي ياخد وش كده ذهبي وجميل. او ممكن ان انت تشغلي من تحت وبقى وتفتحي المروحه، بحيث ان هو يوزع كده الحراره يدي اللون كده من على الوش. بس تخلي بالك من الجلاش بالذات، بحيث ان هو الجلاش ما بياخدش وقت خالص. تبقي واقفه كده جنبه مسافه ثواني بتلاقيه استوى على طول. تعالوا بقى نعمل مع بعض بقى بعد على ما المكشكشه تطلع معانا. تعالوا نعمل بقى مع بعض احلى صينيه كنافه بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه، ومش هتاخد معانا وقت خالص. عشان الكنافه هنا تنجح معاكي فلازم ان احنا ايه بنبقى حاطينها كده في الفريزر، وبنطلعها نكسرها، وبعد كده بنحط عليها 3 معالق من اللبن البودر. نقلب كده زي ما انتم ما شايفين. بعد كده هبدأ ان انا بقى ايه اضيف السمنه. طبعا انا ضايفه سمنه في الصينيه، حاجات بسيطه. وهنا هضيف بقى ايه السمنه، هضيف كوبايه من السمنه بس. هقلب كويس جدا اللبن البودر مع الكنافه، وهبدا ان انا اضيف كوبايه من السمنه. وهنا طبعا الكنافه على حسب ما تشرب معاكي، يعني لو انت احتاجت سمنه تاني ممكن ان انت تضيفي شويه سمنه كمان.
بعد كده هبدأ ان انا اقلبها كويس جدا. وهنا المرحلة دي تخلي الكنافة كده تبقى كلها كده فيها سمنة وتبقى جميلة جدا. بعد كده هبدأ بقى ان انا زي ما انتم شايفين بقلبها كويس جدا وادخل فيها السمنة كويس جدا. وبعد كده هبدأ ان انا بقى احطها بقى في الصينية. هنبدأ نحط كده في الصينية بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. وهنا اول ما بحط طبعا اول طبقة من الكنافة ببدأ ان انا بظبطها كده كويس جدا. وببدأ ان انا اضغط عليها كويس جدا. دي اهم خطوة في الكنافة، ان انت تضغطي عليها كويس جدا وتتأكدي ان هي شربت كلها سمنة وتبقى فيها كل قطعة فيها تبقى فيها سمنة. نبدأ نحط شوية كده بقى من المكسرات. وبعد كده هبدأ ان انا المكسرات طبعا على حسب ما انت ما تحبي. انا حطيت كده مكسرات على جوز هندي على زبيب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده هبدأ ان انا احط بقية طبعا الطبقة التانية من الكنافة. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا احط بقى الطبقة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقولك بجد بتطلع تحفه جدا جدا جدا، وهتشوفيها دلوقتي معايا بعد ما تطلع معايا من الفرن. هبدا بقى ان انا بوزع كده الكنافه الطبقه اللي من فوق. وبعد كده ببدا ان انا اضغط عليها برضو كويس جدا جدا. لازم تضغطي عليها اهم حاجه كويس جدا الكنافه عشان تطلع معاكي حلوه جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبدأ ان انا ادخلها بقى الفرن. وتعالوا بقى نشوف المكشكشة بعد ما طلعت معايا بجد تحفة جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي دي بقى المكشكشة اللي قلبة الدنيا وعاملة الترند كله. بس بجد تحفة جدا، شكلها حلو وكمان حلوة جدا. تعالوا بقى نسقيها شوية كده من اللبن لبن بسكر زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدأ ان انا اسقيها بقى بالسيرب الشربات اللي هو التقيل. طبعا احنا عارفين الشربات التقيل بتاع الكنافة والجلاش بيبقى تقيل شوية. عملناه مع بعض قبل كده في القطايف. هبدأ بقى ان انا اغطيها كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده معانا بقى الكنافة بعد ما طلعت معانا بجد تحفة جدا جدا. هنبدأ ان احنا بقى نقلب الكنافة على الجهة التانية. عايزة اقولك بتبقى شكلها تحفة جدا جدا، بتبقى عاملة زي بتاعة بره بالظبط زي ما انتم شايفين شكلها تحفة جدا. نحط لها بقى كده شوية مكسرات. نحط بقى شوية هنا من السيرب. طبعا الشربات بتاعنا كان سخن وهي طبعا كانت باردة. وهنا اتلسعت يعني الحمد لله ان جت على قد كده. الشربات كان نزل على وانا بحط الطبق كده والحمد لله يعني اتلسعت لسعة يعني الحمد لله اللي جت على قد كده. فبزوق الطبق اتلسعت من الشربات، كان سخن جدا جدا والحمد لله يعني قدر ولطف. الحمد لله على كل حال. وزي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا. نحط لها بقى كده بقى شويه مكسرات حليها كده وتبقى شكلها حلو جدا. طبعا المكشكشه برضو معانا هنحط لها برضو مكسرات. بس انا غطيت برضو الكنافه بحيث ان هي تبقى حلوه جدا معانا. برضو المكشكشه انا غطيتها حاجات بسيطه مش كتير قوي بحيث ان هي تبقى مقرمشه من بره وبرضو تبقى في نفس الوقت تبقى طريه كده وحلوه وجميله. حط بقى كده شويه مكسرات عندنا اي حاجه احنا حابينها. هي بتتباع كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت بشويه مكسرات. وهنا بقى هعمل شكل حلو جدا على الكنافه بمناسبه بقى رمضان طبعا. فهنعمل بقى حاجه كده جميله لرمضان تبقى شكلها حلو جدا وتبقى برضو جميلة جدا. زي ما انتم شايفين الكنافة برضو طالعة تحفة جدا جدا جدا. نعملها بنفس الطريقة ديت. هعمل بقى رمضان وطبعا انتوا شفتوا ان انا كاتبة رمضان. حبيت ان انا اعمل كده شكل يعني بمناسبة رمضان. قلت بقى رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا ويا رب يكون عجبتكم. تعالوا بقى نشوف المكشكشة بقى اللي قلبة الدنيا وعاملة الترند ده كله. تعالوا نشوف نقطعها كده مع بعض. زي ما انتم شايفين شكلها تحفة جدا جدا جدا. وهنطلع كده بقى في الطبق ونسمي كده بالله ونصلي على الرسول. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوناش في لايك وشير وكومنت حلو منكم. زي ما انتم شايفين كده بجد تحفة جدا جدا جدا. شايفين قوامه عامل ازاي؟ طبعا انا هنا كنت صايمه وكنت بصوا عايزه ادوق بس انا كنت صايمه بقى والحمد لله. العيال هما اللي كانوا عمالين طبعا بيدوقوا فيعني كانت جميله جدا. زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا بقطع برضو الكنافة. عايزة اقولك الكنافة ناجحة جدا وجميلة جدا جدا وهوريكي دلوقتي قد ايه جميلة وشاربة كده من الشربات. وشايفين بجد تحفة ومستوية على الجهتين بجد جميلة جدا جدا.
اتمنى ان تكون عجبتكم وعجبتكم افكارنا، والمكشكشة تكون عجبتكم برضو، بجد خطيرة يا جماعة ولازم تجربوها، جميلة جدا. يا رب تكون عجبتكم افكارنا. شايفين مقرمشة ازاي؟ تحفة جدا.